لان انت لو اعرضت عن ذكر الله، هو ده اللي بنقوله، والله هتعيش حياة ضنك. والذي اخبرنا بهذا هو الله. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف بلاغة القرآن، شوف الملك الرحمن بيدلك على الطريق الصحيح. لو بعدت عن الذكر، عن الصلاة والصيام والقرآن وذكر الملك الرحمن، هتعيش حياة ضنك مهما إن كان معك مال. ضنك. اسأل كده أصحاب الأموال، لو بعيد عن ذكر الملك الرحمن اسأله، خش وتوغل في حياته، والله هتلاقوا حياته كلها تعاسة. مع مال لكن تلاقيه عايش في نكد وهم وحزن وألم. مع مال وبعيد عن ذكر الرحمن، بس لو دخلت حياته والله يصعب عليك، لأنه بعيد عن الملك، بعيد عن ربنا، بعيد عن الذكر.